ولو في عندنا اعتراض جامعي هنقوله. اتفضل يا عادل. عادل مصطفى، نائب رئيس نادي ابو خليفه. اهلا وسهلا. احنا اللائحه قريناها كويس وحافظينها. في بندين اتنين بس بنختلف كانديه شعبيه وانديه صغيره، مش انديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي. احنا كانديه القسم الثاني او الانديه اللي هي الشعبيه. البندين دول بالنسبه لنا احنا مش هينفع يتماشوا مع الانديه اللي هي الصغيره. البند الاول امين الصندوق. امين الصندوق بيجي عضو مجلس اداره، يبقى عبال ما بنمضي من مدير النادي من رئيس المجلس اداره مثلا، انا كامين صندوق مثلا بقعد شهر شهرين الففهم حوالين مني. انما لو يبقى في موجود مدير مالي هو اللي هيخلص وهو اللي هيتابع وهو اللي هيراجع مع مراقب الحسابات مع كل حاجه مع الواحد الحسابات. يبقى امين الصندوق ده بالنسبه للائحه، اللائحه كلها كويسه، بس البندين دول البند امين الصندوق ده ملوش لازمه. يعني بالنسبه لنا احنا كانديه شعبيه، انا قطاع الانطره بتكلم على نادي ابو خليفه ونادي الانطره ونادي المصطفى الرياضي والانديه بتاعت الانطره اللي هي الانديه القسم الثاني. البند الثاني هتحصل في الانتخابات اصوات باطله بنسبه 99%، اللي هي ايه؟ السن. توزيعه السن دي اصلا في الانتخابات العاديه بتاعت انديه الاسماعيلي والزمالك والاهلي بيحصل اصوات باطله. ما بالك الانديه الصغيره اللي هي الشعبيه اللي الناس مستوى تفكيرها صغير، هتقول له خد واحد 50 سنه من 50 ل 70 سنه، وخد واحد من 30 ل 32 سنه، وخد واحد خلاص كده انا هضمن ان الجمعيه العموميه اللي هيوصلوا 2000 واحد في منهم 1900 اصوات باطله. ده بند حاجه هو عامل حاجه دلوقتي. ده هي لا ده دي في اللائحه حضرتك. ده دي تكتب لك تختار واحد منهم. ده تختار واحد منهم. يعني مش هيترشح. ماشي هيترشح. احنا فوق السن وتحت السن. حضرتك فوق السن وتحت السن وبيحصل مشاكل. ما بالك بقى لما اقول خد واحد من 50 سنه ل 70 سنه، وخد من 30 ل 40، خد كده الاصوات كلها هتبقى باطله بالنسبه انا بتكلم على مستوى الانديه الشعبيه اللي هي هو ده دي نقطه. لو حطهم لك تحت بعض وسابك هتغرق. لا ما قلنا الكلام ده على فكره، هو قال لك لا. انا هيبقى انت عارف ان في 4 بلوكات، البلوك الاولاني في 3، هتختار منهم واحد ومقفول عليهم. واخد بالك؟ البلوك الثاني هتختار منهم واحد او 2، ويقول لك اختار 2 مقفول عليهم، وهكذا. فكره المستوى الثقافي اللي داخل ينتخب. انا بتكلم حضرتك هي بلحظه بديره. لا انا بتكلم بالنسبه لايه الناس مش هتقدر. انما لما اقول انا فوق السن وتحت السن ومرأة وكذا هتبقى العمليه هتبقى ماشيه. دي لا يعني بالنسبه لايه انا ممكن اقول ايه للانديه اللي هي فوق ال 10000 امشي الموضوع ده، الانديه اللي تحت ال 5000 امشي الموضوع ده. دي نقطه بالنسبه للائحه. انما اللائحه كلها احنا باعتين جوابات، احنا كانديه قطاع الانطره باعتين جوابات تزكيه للائحه ما عدا البندين دول. تمام. بالنسبه لنا احنا كانطره يعني جميله جدا. كالانديه الاربع انديه. جمعيه عموميه بتاعت الاتحادات احنا بنحضرها، ولكن الدعم اللي بيجي لنا 20000 جنيه. انديه الانطره والشهداء وابو صوير والانطره 20000 جنيه يكفوا ماتشين. حضرتك بيجوا منين؟ اتحاد الكوره ولا؟ لا لما اتحاد الكوره لا، اتحاد الكوره بيدينا دعم لما يبقى في انتخابات. في انتخابات يدينا دعم، ما فيش انتخابات ما بيديناش. كل 4 سنين. يعني كل 4 سنين بقى. احنا بياخد لا بيدينا دعم، بس هو محتاجنا فبيدينا دعم حضرتك. انما بيجي لنا من وزاره الشباب والرياضه بعد ما بنتعذب 20000 جنيه. ال 20000 جنيه يكفوا فرقه القسم الثاني تسافر السويس او تسافر جنوب سيناء ماتش واحد. حضرتك انا بتكلم ايه؟ اصل هو ايه 1000 جنيه كل اسبوع دلوقتي احنا 300 400000 جنيه. لا يعني انا بتكلم ايه حضرتك على القسم ده اللي بنسعى عليه بقى. دعمونا عشان نقف ولا خلاص يقفلونا الانديه ويمشوا. انا بتكلم كالقسم الثاني اللي مشترك قطاع ناشئين 3 فرق، مشترك بنت ابول، مشترك فريق اول كاس مصر ودوري، وليا صوت جمعيه عموميه وباخد 20000. يا سياده الوزير زود، اي وزير بيجي لا ده دي لائحه وبتطبق على انديه القسم كذا 20000. طب يبقوا 21000 يقول لك لا. ده النقطه بالنسبه للانديه الايه؟ دي. انما احنا اللائحه هم البندين دول، وبند خطير جدا البند بتاع السنين ده بند خطير جدا، وبند امين الصندوق اخطر لو حضرتك لانها هتعاني منه الانديه. رئيس مجلس اداره زعلان مع امين الصندوق مش هيمضي على شيكات، هيسافر. انا بتكلم لان احنا جربناها كتير يعني. امين الصندوق دم رئيس مجلس اداره تقيل عليه، والله ما انا ماضي. انما المدير المالي هو اصح. يعني احنا بنتكلم ايه؟ المدير المالي هو اصح حاجه، لان هو راجل موجود في النادي وبينفذ تعليمات مجلس اداره. لو مجلس اداره قال له اعمل كذا بيعمل كذا. بس انما اللي هي اللائحه كويسه وتمام، ولكن الدعم احنا بنكلفك كانديه الانديه الشعبيه اللي تحت. الدعم بتاع الانديه ان ال 20000 دول ما ينفعوش. شكرا يا فندم. شاكرين يا اتفضل.
ابراهيم عبد العزيز مدير تنفيذي نادي ابو خليفه. اهلا اهلا. حضرتك بالنسبه لبند ال8 سنوات رئيس مجلس اداره او امين الصندوق او نائب او اي عضو بيجي بيزيد عن 8 سنوات. ما هو بيجي باراده الجمعيه العموميه ما بيكونش فرض يعني. وفي انديه كتيره محتاجه لعضو يكون مستمر فيها كرئيس مجلس اداره. وليكن الله يرحمه كان الحاج سيد متولي كان النادي المصري محتاجه. دلوقتي الاستاذ كامل ابو علي كان في الاتحاد الاسكندري في الاستاذ محمد مصلحي. فدي ليه احنا نخسر الناس دي؟ عندنا احنا في ابو خليفه في عندنا دكتور فرج عمران، الراجل ده بيصرف الميزانيه بتجي لنا زي ما السعاده بيقول 20000 جنيه، الراجل يمكن بتحمل له 300 او 400000 جنيه كل سنه. فيا ريت البند ال8 سنوات ده يكون في وجهه نظر ثانيه يعني. او في تغيير يعني مثلا رئيس مجلس اداره يترشح عضو مثلا والعضو يترشح رئيس مجلس اداره. يبقى انت هتقعده 30 سنه برضه لا جوه المجلس. انا بتكلم في انا دلوقتي في عندي رئيس مجلس اداره مالوش دعوه بالنادي بس بيصرف، هو رمز بس يعني بيبعت فلوس ليا شيكات كنادي ابو خليفه من قطر، بيبعت لي زي اي حد زي الانديه عاديه يعني كل اسبوع كل شهر بصرف لي مثلا ايه يعني السنه دي 400000 السنه الجايه 600000 بصرفهم على النادي. مش ممكن يمسك النادي اسماعيل؟ لا هيمسك مصر يا شهر، مش هيمسك مصر. لا